السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد. أول حاجة مننساش نصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نشترك في القناة، نفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. في قلب المريطية هرم، في مكان غريب. كل اللي يعدي من قدامه بيقف ويسأل نفسه ايه اللي حصل هنا. المكان ده هو فندق سياج، الفندق اللي كان زمان بيتقال عليه جوهرة الجيزة، واللي اتحول مع الوقت لبيت رعب بيخوف اي حد يقرب منه. القصة بدأت سنة 1983 لما افتتح الفندق الضخم ده على يد رجل أعمال وجيه سياج وأخوه رامي سياج. فندق كان 4 نجوم حرفيا، في أكتر من 300 أوضة، مساحته واسعة وكبيرة جدا، وفي أكتر من حمامات سباحة، وسياح جاية من كل حتة. كان حلم كل شخص، والناس اتصورت إن الجيزة هتبقى عندها واحدة من أكبر الفنادق اللي تتنافس في العالم. ولكن الحلم ده مكملش. في خلال كام سنة الديون غرقتهم والمشاكل حصرتهم، والديون عدت 630 مليون جنيه عليهم. لحد سنة 2010 الفندق أعلن إفلاسه حرفيا وقفل أبوابه. المكان اللي كان مليان حياة بقى مهجور وساكت. ومن هنا بدأت الحكايات. الفندق اللي كان زمان للغرب والسياح اتحول لوكر البلطجية والمدمنين. الحريقة اللي حصلت في سنة 2014 خلت شكله أعمق في الرعب، والناس بتقول إنهم بيسمعوا أصوات في الليل، وضلمة الطوابق اللي فوق بقت مرعبة لأي عين يبص عليها. وفي 2023 الرعب وصل للذروة. الشرطة لقت جمجمة وبقايا عظام كده لبني آدم موجود للفندق. تتخيل يا صديقي تدخل مكان مهجور وتلاقي حاجة زي دي؟ طبيعي الناس تقول عليه بيت أشباح. دلوقتي الفندق معروض للبيع بحوالي 80 مليون جنيه بس. لحد النهاردة محدش عارف ايه مصير الفندق ده. تعالى صديقي نسأل كده نفسنا، نقول هل هيتحول تاني الفندق ده؟ طب هل هيتحول لمشروع جديد، ولا هيفضل مجرد بيت رعب واقف اي حد يشوفه او ايه اللي بيحصل جواه؟